كانت المطرة يومها نازلة سيول، والبرق والرعد صوتهم يقبض قلب الظالم ويريح قلب المظلوم ساعة الدعاء. مشيت وسط المقابر بالكشاف زي كل يوم، وفجأة سمعت صوت نبش وحد بيعيط وبيقول كلام مش مفهوم. قربت منه والضلمة ما كانتش مخلياني أشوف ملامحه بوضوح، لكن لما سمعت قصته حبيت أجي أحكي لكم وأحذركم من حاجة بتحصل كل يوم في معظم البيوت. وحدوه، لا إله إلا الله. إزيكم يا عايشين؟ يا رب تكونوا كويسين وعن حياتكم راضين. أنا عم فخر التربي، المرة دي جاي أحكي لكم حكاية غريبة كالعادة تأكد لكم إن الإنسان هو أخطر كائن على وجه الأرض. في يوم كنت قاعد قصاد البيت وبتفرج على المقابر حواليا وبقول كل من عليها فان، مدايم إلا وجه الله الكريم الغفار. كان الجو برد جدا، لكن إحساسي كان بيقولي إن المكان ده مش طبيعي. سمع صوت خطوات مش قادرة أميز جاية منين. بدأت أتحرك وسط المقابر وأطمن إن المكان مفيهوش غريب، وفجأة بدأت المطرة تنزل سيول، والبرق والرعد كان صوتهم يخوف. بصيت للسما وأخدت نفس عميق ودعيت لكل الناس بصلاح الحال ورضا النفوس، وكملت في طريقي في أمان الله. وفجأة لقيت واحد قاعد قصاد قبر وبيحفر جنبه وبيقول كلام غريب وبيبكي بصوت عالي وبيقول اشمعنى هو، اشمعنى هو، اشمعنى هو راح وانت عايشة؟ ليه يكون ليكي ضحايا 2 غير ابني؟ جريت ناحيته وقلت له انت بتعمل ايه يا عم انت؟ عمل؟ بتدفن عمل يا حاج؟ ده انت اكبر من ابويا، ليه تعمل كده؟ بصلي بغضب وعيونه كانت كلها قهر وغل، ولقيته بيقول لي ابعد عني، ابعد، انا بعمل اللي المفروض يحصل عشان انت واللي زيك ما تقعوش في واحدة زيها، زي ابني ما راح. مش عايز حد يروح بسببها تاني، دي ما تستاهلش، والله ما تستاهل شبابكم يروح عشانها في غمضة عين. طبطبت عليه وقلت له ارمي الشر ده من ايدك يا عم الحاج، وتعالى نقعد سوا واحكي لي حكايتك. كان ماسك العمل وايده بترتعش ومش عايز يسيبه ابدا، ولقيته شاله في جيبه وقال لي هحكي لك حكايتي وبعدها انت بنفسك اللي هتخليني ادفن العمل. ابني عماد كان ونعم الشباب، كان مجتهد في كل المراحل التعليمية، صرفت عليه كل ما أملك من مال وحب واهتمام وصحة. كان بالنسبة لي أخويا وصاحبي مش ابني. كان مهندس زي الورد ببداية حياته، وزي أي شاب جه وقال لي يا بابا أنا عايز أخطب منار زميلتي في الشغل، بنت محترمة قوي وأنا بحبها. ابتسمت وقلت له ده يوم المنى يا حبيبي، والحمد لله إن عندك شقتك ومهندس قد الدنيا، مهندس في شركة كبيرة وليه وضعها، لكن أهم حاجة يا ابني إنها تكون بنت حلال وأهلها يكونوا ناس طيبين. ابتسم وفضل يحكي لي عنها وقد إيه بيحبها، وأخد ميعاد من أهلها ورحنا تقدمنا لها. لكن لما دخلت بيتهم لقيت والدها ساكت ووالدتها هي اللي بتتكلم. ووالدتها قالت أنا بنتي مش قليلة، ولازم يا عماد تجيب لها شبكة ألماظ وتعمل لها خطوبة في مكان شيك قوي، وهو كله في الأول وفي الآخر في وشك. عماد ابني هز راسه وقال طبعا طبعا يا طنط، كل اللي هتقوله عليه أنا موافق بيه. وأخيرا رد والدها وقال لي إلا قول لي بقى يا حاج، شقة عماد فين؟ قلت له شقته بعدي بكام شارع في منطقة كويسة جدا وهتعجبكم إن شاء الله. لكن والدتها قطعت والدها وقالت معلش يا عماد يا ابني، أنا أحب بنتي تيجي تسكن جنبي هنا، بيعوا الشقة دي وشوفوا حاجة جنبي. اتضايقت وكنت سايب عماد هو اللي يتكلم لأن دي حياته، لكن كلام عماد ضايقني أكتر لما رد وقال لها حاضر يا طنط، مفيش مشكلة هنا وهناك واحد. واتقرت الفاتحة بعد ما عماد وافق على كل صغيرة وكبيرة. ولما روحنا قلت له أنا مش مرتاح يا ابني، مش مرتاح للناس دي،
ومش عاجبني سلبيتك معاهم. الشبكة وهنعديها وهنقول هديتها، هي حرة تختارها زي ما هي عايزة. إنما شقة إيه اللي تبيعها يا عماد؟ ده مستحيل تعوضها أبدا، لا في مساحتها ولا هتعوض الموقع بتاعها يا ابني، ومنطقتهم مش كويسة ومش هترتاح فيها، وكمان بعيد عن شغلك. لكن هو رد وقال لي: يا بابا مش مهم، هي اللي هتعيش فيها أكتر مني، وما دامت هي مرتاحة يبقى خلاص، مش مهم أي حاجة تانية. حطيت إيدي على كتفه وقلت له: افتكر يا ابني إن اللي بيقول حاضر على كل حاجة مش بيبقى عنده أي إمكانية إن يقول لأ طول حياته. وسبته ودخلت أنام، سبته هو يتعامل بنفسه، وقلت له: حياتك وانت حر فيها. لكن من جوايا كنت خايف عليه، كنت خايف من اللي هيحصل بعد كده. واللي حسبته لقيته. منار خطيبته كانت طلباتها كتير من بعد الخطوبة بيوم، ولقيت عماد بيقولي إنه موبايلها باظ ومحتاجة موبايل جديد ويكون أحدث من اللي كان معاها. قلت له: ده بكام يا ابني؟ بكام الموبايل اللي هي عايزاه؟ رد وهو مش قادر يحط عينه في عيني وقال لي إنه ب80,000 جنيه. اتفزعت من الرقم. قلت له: ليه يا ابني؟ ليه تجيب موبايل بالسعر ده؟ ده انت حتى داخل على جواز ولسه وراك التزامات كتير. هديك بعت الشقة وجبت شقة جنبهم سوبر لوكس. ومش بس كده، دي عايزاك تغير كل ديكوراتها من الأول خالص. انت هتلاحق على ايه ولا ايه يا ابني؟ أخد نفسه وقال لي: هجيبه مستعمل وأمري لله، هتتدبر يا بابا، خير إن شاء الله. وبعد ما عماد جاب الموبايل وراح لها، لقيته جاي وهم الدنيا ظاهر عليه، وكان في ايده الموبايل. قربت منه وقلت له: ايه اللي حصل يا ابني؟ مالك يا حبيبي؟ لقيته رد وقال لي: تخيل يا بابا، بعد ما جبت الموبايل مستعمل استعمال نظيف، لقيتها بتقول لي: امسك موبايلك المستعمل، انا ما بمسكش غير جديد. ولما حماتي عرفت اللي حصل، لقيتها بتقول لي: ايه يا ابني، هو انت شايف بنتي قليلة عشان تجيب لها موبايل مستعمل؟ لا يا حبيبي، انا بنتي يجيلها احسن واغلى حاجة. ثم فين الموسم اللي مفروض تجيبه؟ ده فاضل على رمضان يا دوب اسبوعين. فين المكسرات والياميش والفانوس؟ ويا ترى بقى هتجيب لها لبس العيد وهتديها عادية ولا لأ؟ كنت حاسس يا بابا ان دايخ من كتر طلباتهم. ومنار اتحولت فجأة وفضلت تعيط وتصوت، ولقيتها بتقول: أنا ماليش بخت، أنا ماليش حظ زي باقي البنات. سبتهم وجيت، أنا مش عارف أنا صح ولا هم اللي صح. قلت له: يا ابني الناس دي استغلالية، وصدقني طول ما انت مكمل في الجوازة هيستنزفوك أكتر. كفاية يا ابني لحد كده وسيبها، صدقني انت اللي كسبان لو سبتها. لكن عينه أغرغت بالدموع، ولقيته بيقول لي: بحبها يا بابا، غصب عني هجيب اللي هي هتقول عليه. قلبي وجعني على حاله وما قدرتش ألومه على مشاعره، ما هو القلب ملوش سلطان للأسف. هو جاب عماد الموسم والفانوس وغير الموبايل بموبايل جديد بالقسط، ده غير لبس العيد والعيديات اللي اداها لخطيبته ولإخواتها ومامتها. ابني كان في دوامة كبيرة مش عارف يخرج منها، وخطيبته بضحكة واحدة وكلمتين حلوين كانت بتخليه يجيب لها الدنيا كلها تحت رجليها، لحد ما بقى مش عارف يعمل أي حاجة في الشقة من كتر الديون اللي عليه، ده غير الأقساط. وفي يوم لقيت عماد متعصب جدا، ولقيته بيقول لي: أنا خلاص يا بابا تعبت، أنا هبيع عربيتي بسبب طلبات منار. الديون اتراكمت عليا ورجعت تحت الصفر. يا ريتني سمعت كلامك. قلت له: ليه يا ابني هتبيع العربية؟ رد وقال لي: الموبايل بالقسط، والفلوس اللي كانت معايا عشان أوضب الشقة بقت أسحب منها الهدايا منار، والمصاريف اللي بصرفها عليها، والشقة محتاجة توضيب، والصنايعية عايزين فلوسهم. لازم أبيع العربية يا بابا، لازم أبيعها عشان أسدد كل اللي عليا وأكمل توضيب الشقة. قلت له: طيب منار عرفت يا ابني بكل الكوارث دي؟ لقيته ضحك بتريقة وقال: عرفت يا بابا،
وقالت لي أنا مالي، لما أنت مش قد الجواز والمصاريف بتتجوز ليه؟ ولا أنت عايزني أعيش معاك في فقر؟ أنا مش عايزة أكمل معاها يا بابا، خلاص كفاية قوي لحد كده. الشقة هبيعها لما أخلص توضيبها عشان على الأقل تجيب لي فلوس بعد كده. سكت لأن ما كانش في إيدي أي حاجة أعملها غير السكوت. ووقتها ونزل عماد يبيع العربية، كان حزن الدنيا كله فيه. ولقيته كلمني بعد ما باعها وقال لي خلاص يا بابا أنا بعت العربية. وقلت لمنار كل شيء اسمه نصيب. ثواني يا بابا عشان هي بترن عليا دلوقتي. وقف على عماد معايا، وبعد أقل من 5 دقايق جاتلي مكالمة من موبايله، بس المرة دي واحد رد عليا وقال لي حضرتك تعرف صاحب الموبايل ده؟ الشاب ده عمل حادثة على الطريق وهو بيتكلم في التليفون ومنفعل. ما بقتش قادرة أنطق ولا أقوم من مكاني. جريت على ابني أشوف إيه اللي حصل له، وعرفت إنه خلاص ابني فارق الحياة، ارتاح وساب لي أنا الوجع والقهر والحزن، خصوصا بعد ما سمعت من كل الناس إنه كان بيزعق ومش شايف قصاده. كان متعصب وبيقول انتي دمرتيني وربنا ينتقم منك، يا رب تدوقي العذاب اللي أنا ضايقه بسببك. ابني ما كانش شايف قصاده بسبب الضغوط. وبعد ما دفنته بإيدي ورحت البيت أخد عزاه، لقيت منار ووالدها ووالدتها جايين يعزوني. لقيتها بتقولي البقية في حياتك يا عمي. ما قدرتش أرد عليهم، كان نفسي وقتها أخد حق ابني منهم، كان ما كنتش قادر أتكلم. ولقيت والد منار بيقولي شد حيلك يا حاج، ما دايم إلا وجه الله. قلت له الكل أجل كتاب، وأنا ابني أجله كان على إيديكم انتوا السبب في اللي حصل لابني. فضلتوا تضغطوا عليه بطلبات تافهة ملهاش أي لازمة، افتكرتوه مصباح سحري وبقت كل طلباتكم مجابة، وكل ده عشان حب بنتكم. للأسف خلاص أهو راح بعد ما جابلك الموبايل والألماظ والهدايا. افرحي يا منار، افرحي قوي انتي وأهلك، بس والله حقه هيجي. ردت والدتها وقالت وهو انت فاكر ان دخلت بيوت الناس ببلاش يا حاج ولا ايه؟ وبعدين بلاش الشويتين دول بتوع انك بتتكلم عن الشبكة والهدايا والموبايل، عشان هم مش هيرجعوا. اولا صاحبهم عند ربنا وجابهم بطيب خاطر ومش موجود دلوقتي عشان يقول عايزهم ولا لا. ثانيا دول تمن دخول ابنك علينا والاكل اللي كان بياكله عندنا في كل عزومة. احنا بس حبينا نيجي عشان واجب العزا مش اكتر. ربنا يصبرك يا حاج. يلا بينا يا منار، يلا يا ابو منار عشان هنمشي. ومشيوا بعد ما كانوا السبب ان اعيش باقي عمري ومكسور ظهري. منار اتخطبت بعد وفاة ابني بشهر، وعشان كده قررت اعمل لها عمل يخليها تمشي في الشارع تايهة، تمشي تشوف حاجات مش موجودة وتهلوس. وبقيت اراقبها من بعيد في كل خطوة بتخطيها. بقيت اشوفها بتمشي تكلم نفسها وتقف قصاد العربيات وهي مش حاسة. ورقصت من الفرحة يوم ما شفتها من بلكونة شقة ابني اللي جنب بيتهم. كانت بتصرخ في الشارع وهي مع خطيبها، وكانت بتقوله ابعد عني أنا مش عايزاك. وديني جاية عشان أجدد العمل وأدفنه، عشان تكمل الباقي من حياتها وهي في جحيم وأهلها قلبهم مكسور عليها. بذمتك مش معايا حق؟ انت قول معايا حق ولا لأ؟ طبطبت عليه وقلت له ابنك وحشك مش كده؟ عيط وقال لي أوي وحشتني يا ابني، بتمنى امشي من الدنيا وافضل جنبك. وقلت له ازاي هتتلاقى بيه يا عم الحاج وهو بإذن الله في الجنة وانت في جهنم؟ انت أشركت وعملت كبيرة من الكبائر، الغل والانتقام عموك عن إيمانك بالله، اللي زي منار وأهلها هيتحاسبوا وربنا هيجيب حق ابنك صدقني، ومش محتاج أعمال وأسحار. ارمي العمل ده، سيب حق ابنك للديان الذي لا يغفل ولا ينام. صدقني يا حاج
ابنك عمره خلص، وبمنار أو غيرها كان هيموت. وبعدين ابنك هو اللي سمح لها تعمل فيه كده، لما ساب قلبه هو اللي يسيطر على عقله ويتحكم فيه. استهدى بالله كده، تعالى معايا نصلي وهات العمل ده نرميه. أخدته ودخلنا نصلي، وفضل يبكي وهو ساجد، واستغفر ربنا كتير، وطلب من ربنا يسامحه ويعافيه من ضعف النفس، ويهدي منار واللي زيها اللي فاكرين الجواز عبارة عن مصباح سحري، وإن الشاب اللي جاي ده جاي عشان يصرف وبس. نسيوا إن الجواز مودة ورحمة وحب وسكينة. وفي النهاية طبعا العمل اتفك عن منار ورجعت لحياتها الطبيعية. ويا رب تكونوا استفدتوا من حكايتها، ويا ريت تقولولي في الكومنتات هل الطلبات المبالغ فيها دي من حق العروسة، ويا ترى ده صح ولا لأ. أشوفكم في حكاية جديدة، لأن طول ما في شر وغل، طول ما هيجيلي ناس كتير بحوادثهم وبأعمالهم. وحدوه لا إله إلا الله.